بص، هو انا متفهم فكره ان انت بتبيع محل تجاري، وان العميل فاهم ان هو محل تجاري على الواجهه وبتاع، وان انت اوريدي الخريطه بتاعتك ان هي على الواجهه والكلام ده. بس خليني اقول لك ان كده كده فكره ان انت لازم تعرف ان العميل ان الواجهه دي في سور بينك وبين الطريق. فان المول مثلا بيخدم جوه الكومباوند او جوه الوحدات السكنيه بتاعه المشروع، مش بيخدم الشارع. يعني مش بتطلع، مش هتمشي على الشارع هتخش مثلا على المول هيبقى مثلا واجهته على الشارع. لا، هو في سور. عرف ان العميل بقى ان في سور، مش العميل لما يجي يشتري يجي يتفاجئ فيما بعد ما اشترى بثلاث اربع شهور بست شهور ان في صورة على المول، وان العميل فاكر ان هو يشتري واجهة ان هو قدامه العربيات معدية وبتاع، وهو مش شايف عربيات وشايف سور بعد كده بعد سنتين ثلاثة. والراجل يقعد يدفع دم قلبه، وفي الاخر خالص يلاقي بعد كده ان هو اشترى محل ثمنه مش هو ده. وفي نفس الوقت هو الراجل كان مخيلته في حاجة وانت وديته في حتة تانية. في على ارض الواقع الكلام اختلف. فخليني اقول لك، ده مش صح. يعني ده مش صح. العميل اتغفل، فانت غفلت العميل ليه؟ دي حاجه. خدت فلوس يا عم، ماشي تمام جميل. وبعدين ما هو العميل اتغفل. ف ما اظنش ان الموضوع بيمشي كده، وما اظنش ان الموضوع يبقى كويس فيما بعد. بس يعني، وانت برضو يعني لو انت بتشتري كعميل المفروض لازم تبقى فاهم الكلام ده، واسأل واحد واثنين وثلاثة. ما تبقاش مقتنع ان الراجل اللي معاك ده هو اله. يعني هو مش كلامه ده مش منزل، يعني مش قرآن يعني. ففي عبثيات كتير. الناس اللي بتقول لك مثلا هتدفع مقدم وبعد ست شهور هتستلم، وبعد انت قاعد بقالك ثلاث سنين ما استلمتش. طب مش ذنبي، يعني انا مش ذنبي ان انت رحت سمعت كلام واحد انا عمال اقول لك ان هو بيحور عليك. بس انت عشان هو قال لك ان في عائد وهتدفع مقدم ويا عم فلوسك كده كده راجعه لك والكلام ده. يعني مفيش حد بيعمل الكلام ده. يعني مفيش شركه اصلا بتدي فلوس كده، بتوزع فلوس. يعني مش فاهمك برضو انت يعني ازاي بتقنع العميل ان انت كده كده هتروح تقول له ان هو مثلا هيشتري حاجه واستلامها كمان كام شهر، والراجل بيدفع فلوسه وانت هتأجر له، وانت اصلا اول لما العميل بتاخد الكوميشن بتاعه ما بتردش عليه. فيعني عبثيات كتير واللي يروح يبيع له كومباوند مثلا ويقول له خلاص الكومباوند كده كده بيتشطب، والراجل كده كده ما نزلش وبتاع، وتبيع له على ورق، والراجل فيما بعد هو بعد 3 4 سنين بيستلم ورق برضه ولسه ما استلمش خرسانه حتى. فده عبث.